صباح الخير الأخوات والإخوة متابعاتي الكريمات متابعي الكرام في حوار جديد مع الأستاذ عبد القادر بورات. هذه السلسلة هذه اللي بديناها حول واد سبوق ثم مدينة القنيطرة النشأة ديالها. اليوم غادي نمشيو لواحد الحدث كان بارز. هذا الحدث شنو هو؟ هذا الحدث هو نزول القوات الأمريكية الشواطئ الأطلسية، وبالضبط بالتحديد غنتحدثوا على نزول القوات أو الإنزال الأمريكي هنا في المهدية 8 نوفمبر 1942. علاش تم هذا الإنزال هنا بالضبط؟ وشنو هي الدوافع ديالو؟ وشنو هي الايجابيات والسلبيات اللي جات من مورا؟ تفضل استاذ. شكرا الاستاذ المختار، وتنوه بالمجهود اللي تتبذلو لتنوير المتتبعين ديالك بمجموع الجوانب اللي تتهم مدينه القنيطره، ليس فقط الجانب التاريخي انما تتركز حتى على الحاضر. رجوعا الى سؤالي، بلا ما ندخل بزاف في التفاصيل التاريخيه اللي تتهم الحرب العالميه الثانيه، فاتفق الرئيس الامريكي روزفلت ورئيس الوزراء الانجليزي تشرشيل على انزال قوات الدولتين في هذه. بالنسبه للقوات الامريكيه في السواحل الاطلسيه المغربيه، بالنسبه للقوات الانجليزيه في السواحل المتوسطيه لشمال افريقيا. فسموا هذه العمليه هذه سموها عمليه طورش. بالشرح ديالها هو المشعل او الشعله، وهو هذا هو القن السري، الكود سكري ديال هذه العمليه. يعني عمليه عسكريه ضخمه ولكن عندها واحد الكود سكري، والقن السري هو الشعله. اذا القوات الامريكيه نزلت في السواحل الاطلس المغربيه كما قلتي في 8 نوفمبر 1942 في اسفي وحماديه وقنادل المهديه، اللي هي اهم عمليه انزال هي ديال المهديه. ولكن نظرا للاهميه ديال هذا الانزال في المهديه، عطوه الامريكان واحد قن خاص به، هي جول بوست، عارضة المرمى. الكود باش نزلت القوات الأمريكية في المهدية هي كود خاص بهذه العملية وحدها، لأنها ضخمة فيها واحد 9000 جندي، إلى ناهيك عن الآليات والسفن وحاملات الطائرات إلى غير ذلك. فسموه جول بوست، عارضة المرمى. فنزلت هذه القوات في شاطئ المهدية في الساحل في لابلاج، ونزلت في الشليحات كذلك، لأن الهدف هو تطويق القوات الفرنسية الموالية لفيشي، الموالية للألمان. لأن في المغرب، لأن الحكومة فرنسا ملي انهزمت وقعت واحد الهدنة مع الألمان في مدينة فيشي، وقع الماريشال بيتان وسموها حكومة فيشي الخائنة، إلا بغيتي تسموه الأمريكيين. مزيان، غادي نقاطعك أستاذ. هاد عملية طورش واش كانت شي مقاومة ليها؟ كانت شي مقاومة لعملية الإنزال اللي كنسميوها عملية سموها هما عملية طورش، واللي بالمناسبة راه كاين واحد لافيش كبيرة في وسط مدينة القنيطرة اللي كتخلد الذكرى في 2022. كانت راه تنصوروها وندوزوها في الفيديو. راه كاين التخليد ديال هذيك الذكرى في شارع الحسن الثاني، في التقاطع ديال شارع الحسن الثاني مع شارع محمد الخامس تماما. اذا قلت واش كانت شي مقاومه لهذا الانزال؟ صحيح. المقيم العام اللي في ديال المغرب تيتسمى نوغيس، والامريكيين تيتهكموا منه تيسميه نو ياس، نعم لا، لان ما تياخذش قرار. نعم. فهاد نوغيس تلقى تعليمات من الحكومه الفرنسيه المواليه للالمان، قالت له خصك تقاوم الامريكان، قاوم النزول ديالهم في المهديه. فجهز قوات ضخمه اللي
مركبه اساسا من المغاربه، من قوم، من كذا، يقودهم ضباط فرنسيين. وجرت معارك هنا قدام القصبه، ووصلت حتى لمدينه القنيطره. ساحه المعارك وصل حتى القنيطره، وتم تدمير كثير من المنشآت في القنيطره. وهناك خساره من المغاربه. المغاربه وساكنه القنيطره عاشوا الرعب الحقيقي، واحد 3 ايام ديال الرعب، لان هذيك المعارك دامت 3 ايام. 3 ايام وكانت صعبه على الساكنه القنيطره، لان القنابل ما تختارش، وبالتالي كانت بعض المنازل طاحت عليها ذوك القنابل وغير ذلك. السؤال اللي غادي نقول انا، علاش الفرنساويين او التاريخ الفرنسي يقول لك علاش هذا المقيم العام تيقاوم الحلفاء ديال فرنسا وهما كيدافعوا عليهم، وهما جايين باش ينقذوا فرنسا من النازيه. نعم. هناك من يقول بان نوغيس قام بهذه العمليه باش يدير تضليل للالمان، باش يقولوا الالمان راه باقي الفرنسيين باقيين معنا في العهد، هذوك الحكومات باش ما يهتموا بالمغرب، باش يخليوا المغرب يوجد، باش القوات الفرنسيه تعاود تبدا من المغرب باش يمشيو لاوروبا. كان اللي تيقول ان نوغيس بغى يبين قدام المغاربه باش المغاربه ما يثوروا ضد الاستعمار الفرنسي، يقولوا خلات اللي جاي يدخل وفرنسا تتخليهم، يقولوا راه فرنسا باقا قويه، راه تتحاكم، راه ما تتخليش الغوزات. اي تيقولوا حتى هذا الجانب كاين في هذه العمليه هذا. اذا كانت الخسائر ضخمه، وراه واحد تما مات في الامريكان 84 جندي، وفي الفرنساويين اكثر من 133، ولكن اغلبهم من المغاربه. ربما نقدروا نصوروا في المقبره ليه ديال هاد المغاربه اللي ماتوا في هذه العمليه. اذا بعد 3 ايام من المعارك استسلمت القوات الفرنسيه للقوات الامريكيه، فسيطر الفرنسيون على القنيطره وعلى القاعده الفرنسيه اللي غادي تولي قاعده امريكيه. شكرا استاذ، شكرا. اذا هذا كيدينا مباشره باش نطرح واحد السؤال. القاعده العسكريه كانت قاعده فرنسيه. 1947 غتولي قاعده امريكيه، غيتسلموها الامريكيين. هذاك التسليم فاش من اطار جا تسليم القاعده من الفرنسيين الى الامريكيين، القاعده العسكريه من القنيطره. قبل ما نجاوب لك على السؤال ديالك، خصني نبين ان هذه القاعده هذه علاش الامريكانيين طامعين فيها، لان القاعده الوحيده اللي هي فيها امكانيات ديال هي نهريه، تسمى ايرو نافال، فيها الطيران وفيها حتى البواخر، فيها استعمالات ديال السفن الحربيه، بحريه جويه. هذا هو الاهميه ديالها. اذا لما سيطر عليها الامريكيون وانتهت الحرب العالميه الثانيه، ظهر واحد انقسم العالم الى قسمين: المعسكر الراسمالي بقياده الولايات المتحده الامريكيه، والمعسكر الاشتراكي بقياده الاتحاد السوفيتي، وبدات ما يسمى الحرب البارده. اذا ولات هذه القاعده مهمه بالنسبه للحلفاء، ماشي غير الامريكان، في اطار هذه الحرب البارده لمراقبه تحركات الحلف الاخر. في هذا الاطار سلموا الفرنسيين القاعده قانونيا في 1947 الامريكيين بحضور ايزنهاور، الجنرال ايزنهاور جاء حضر هنا للقنيطره، وكذلك بحضور المقيم العام الفرنسي انذاك واللي هو الجنرال جوان، وفرض باش السلطان محمد الخامس ما يحضرش. الامريكان طلبوا من السلطان يحضر لانه هو المعني لان بلادو هذه، لكن المقيم العام ما بغاش، لان محمد الخامس خطب في طنجه واحد الخطاب تاريخي قال له هذا اصبح سلطان الحركه الوطنيه، ما خصناش. فاذا تم توقيع مراسم تسليم القاعده الجويه الامريكيه، القاعده للامريكان عام 47 في حفل كبير، وتم بعد ذلك ترحيل بعض الساكنات او السلاليه الحداده، لان خص الامريكان يوسعوا القاعده، رحلوا الحداده وداروا لهم القريه ديالهم، قريه نموذجيه، وتيسمحوا لهم يدوزوا الولي الصالح ديالهم كل جمعه. واصبحت القاعده ضخمه جدا، ولاو عندها فروع في سيدي سليمان، في سيدي يحيى، وفي بوقنادل،
وكل فرع من هذه الفروع عنده تخصص معين، ما عندناش دابا الوقت باش نتكلموا عن التخصصات. ثم انشاء قاعده نواصر وقاعده بن قريب. هذا هو الان. المغرب اصبح يحتل مركزا استراتيجيا كبيرا بالنسبه للحلفاء وبالنسبه للولايات المتحده الامريكيه بعد الحرب العالميه الثانيه. شكرا استاذي على هذه التوضيحات.